ركز معايا شوية في الفيديو ده عشان هكلمك عن قصة عبقرية وتاريخ ما حصلش زيه في عالم الساعات. قصة بدأت 1755 حوالي كده من 250 سنة وأزيد شويتين كمان. عبقرية مصنفة من ضمن حاجة اسمها الثلاثي المقدس أو الهولي ترينيتي، وطبعا من ضمن الهولي ترينيتي دي اللي هو فاشرون كونستانتين. بس قصتها مختلفة عن أي براند ساعات تاني ممكن تكون تعرفه أو حتى سمعت قصته، فركز معايا في الفيديو ده علشان مهم جدا، وهقول لك أسباب كتير تخليك تحب براند فاشرون كونستانتين ولكن ما تحبوش بس ترفع له القبعه وتقدره كبراند ساعات في الماركت الحالي من 250 سنه وازيد. اولا البدايه، ميلاد فاشرون كونستانتين في جنيف القرن ال18، مدينه شكلها هادي، ولكن وسط المدينه اللي شكلها هادي دي حياه مليانه بالحرف والفن، صناع مجوهرات، نقاشين وحرفيين وحاجات تانية كتير. ومن وسط كل الناس دي دايما بتلاقي شاب متمرد تحسه فلتة عايز يطلع مختلف عن التانيين، والشاب ده ما كانش طموحه انه يكون عنده ورشه صغيره ولكن حلمه كان اكبر من كده بكتير. والشاب ده هو جان مارك فاشرون. سنه 1755 فتح ورشه تصليح ساعات صغيره جدا، وطبعا كلنا عارفين ان دي السبارك او الشراره اللي هتوصلنا لبراند فاشرون. بس اللي بدا هناك ده ما كانش مجرد بيزنس ولكن كان بدايه اسطوره. جان مارك ما كانش بيدور على الشهره ولكنه كان بيدور على الكمال، زي اي شاب طايش عايز يبقى مختلف. زي ما قلت لك، ما كانش بس عايز يصنع ساعة علشان يعرف منها الوقت، كان عايز يصنع تحفة تحكي الزمن نفسه.